أنا والدة العامل أحمد محمد عمر المحبوس في السعودية. كان على تغريدة على تويتر من 2019، ما عرفناش في حبسه إلا 2021 لما سافر 2021، وإذا قطع اتصال بنا سنة ونص. زمايله هم اللي قالوا لنا ابنك محبوس وكده. بعد حبة عرفنا إن هو واخد 19 سنة. لا ظلم والله، حرام. الله بيستغيث برئيس الجمهورية الملك سلمان بعفى عن ابني مع 3 عيال، والله أصغر بنت لسه ما شافهاش. نرجو منكم من سيادتكم كده. عمل ايه؟ مش عارفة اتكلم والله. شد حيلك يا حاج، ربنا يفك ضيقته ان شاء الله. ربنا يا رب، يفك ضيقته باذن الله. دموعك غالية علينا يا حاج. يا رب يخليك يا ابني، الله يبارك فيك يا رب. ماشي والله، معاه بنت لسه مولودة والله، لسه مش شايفها. وبعدين أنا تعبانة ومريضة والله، والله العظيم ربنا هو اللي عالم. والله مش عارفين نعمل إيه، بس نستغيث بالدنيا كلها والله، بربنا الأول يا رب. الحمد لله. عمل إيه؟ مشاهدي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم من محافظة الإسماعيلية مصطفى كساب. يعني احنا النهاردة مع أسرة العامل المصري اللي اتسجن في السعودية بسبب تغريدة. اتسجن طبعا 19 سنة. يعني احنا النهاردة في أول ظهور مع أسرة العامل المصري، هيحكوا لنا بداية تفاصيل الواقع. كملي كده يا حاجة، ايه اللي حصل في البداية خالص، ومن كام سنة، وكان شغال في السعودية بقاله كام سنة؟ أحمد على طول كان بيروح السعودية وبيجي كل سنة بيروحوا هنا 2019 كان في بين ماتش كورة مش عارفة ولا إيه على تويتر دون كتب التغريدة يعني. بس راح عادي 2000 رحنا 2021 السعودية، وراح معانا وكنا في عمرة وجينا وراح ودانا المطار وكل حاجة، مش في أي حاجة. بعد 3 أيام بعد ما وصلنا المطار وجيت لا بيتصلوا عليا. قطع حبة عادي، أحمد ما اتصلش، زمايله راح متصلين بيه أحمد إيه ممسوك في إيه مش عارفين. قطع الاتصال شوية، بعد حبة قالوا لا ده ممسوك عشان تغريدة في تويتر. جبنا تويتر هنا حتى زمايله هنا في البلد قالوا لا أحمد مش بيكتب على تويتر حاجة، هو بس الكورة اللي كتبها هناك. ما نعرفش أي حاجة. لما من 3 شهور بيقولوا أخته عرفت قبل أني إن هو إيه محبوس عشان كنت عيانة وكده، إن هو واخد 19. والله ما حد قال لي، أخته اللي عرفت من زمايله هناك برضه، مش حد قال لي. بس ده اللي احنا عرفناه، بس اللي عرفنا الخبر. واحنا عايزين بس نستغيث بوزير النيلة دي، اسمه ايه؟ الرئيس السيسي والرئيس الملك سلمان بالإعفاء عنه مع 3 عيال غريبة. يعني هنعمل ايه؟ ده العمر كله 19 سنة، والواحد مش ضامن عمره يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يلهم بقلوبكم يا حاج الصبر كده إن شاء الله، ويفك ضيقته إن شاء الله بإذن الله. يا رب. واضح احنا مش عايزين حاجة، اللي هو بس يجي هنا وسط عياله بس. هو غلبان والله، والله غلبان، ولا له أي يعني ولا له في أي حاجة والله. ابني دي بالذات ولا بيشتم ولا بيعمل ولا بص، مكافح وهو من صغره والله. والله من المدرسة وهم في سنة 5 ابتدائي أبوهم ميت هو كده، مش عارفين أبوه، وتربوا كله. بقى يمشي يروح الشغل ويجي يديني، يعمل ويدي، يشتغل ويدي عشان أصرف. ربنا معاك بس الحمد لله. يا حاجة طب هو بقاله كام سنة شغال في السعودية؟ هو بقى يروح ويجي، مش فاكر يعني، بقى يروح ويجي عادي. يروح مثلا يقعد سنة، يقعد سنة ونص كده ويجي، مش يعني كده. بس هو السنة دي يعني لو كان في أي حاجة ما كان ودانا المطار، وكان سافر في 2021. طب مش مسكوا لي في المطار لو عليه أي حاجة مثلا؟ بس ما شفنا إلا هم أصحابه بس اللي بيتصلوا. أحمد يا ولاد ما اتصلش، قال لا ده كذا كذا. ليه؟ ده أنا 3 أيام بعد ما جيت 3 أيام هنا لا بيتصلوا بيقولوا ده أحمد كذا. وانقطع الاتصال. فين يا دنيا لما اتصل علينا؟ فين فيه؟ قال أنا فين يا ابني فيك إيه؟ قال كذا. بس ما نعرفش أي حاجة. بتصل عليه قال كذا إيه بقى؟ إيه؟ قال لكم كذا قال إيه؟ قال في ايه يا احمد؟ قال هو على موضوع التويتر دي اللي هي التغريده دي. بس مش اي حاجه.
بقى تغريدة تويتر سجنت أحمد كام سنة يا حاجة؟ 19 سنة. أنت نفسك تشوف أحمد يا حاجة؟ اه نفسك تشوف أحمد؟ نفسك تشوف أحمد؟ نفسي ده انا بموت والله. والله العظيم بموت، ده انا عامله عمليه كنت بموت فيها. مش نفسي، مش هياني. بقول لك ابوهم بيتوفى كده، انا اللي ربيتهم ولا حد ربى معايا، ولا عم ولا خال ولا اي حد، اللي هم ربوا روحهم بروح. والله ما احتاجوا ابني لاي حد، بقى يشتغلوا ويجيبوا لي لسه ويعملوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كافحت عليهم وكافحت على أحمد إني يسافر. طب أحمد سافر إزاي؟ معاه صنعة إيه ربنا وشغال؟ اداني الجيش، يعني خد دبلوم تجارة، بقى يشتغل هنا وهو في صغره والله في سنة 5 ابتدائي، بقى يطلع أحمد ابني يشتغل هنا وهنا عشان يجيب قرش لي ويساعدني. وراح ربنا كرم، مش عارفة بعت من اللي بعت، وراح بقى يروح ويسافر ويجي زي العسل. ما نعمل لك عمرة مش عارفة ايه. عمل لك عمرة يا حاجة؟ رحت، ما بقول لك رحت في 2021. خدك 2021 عمل؟ فين؟ ما بقول له رحنا 2021 ووصلنا المطار، ووصل الراجل على بتاع المطار مش عارفة ايه. لا حول ولا قوة. انا ومراته وعياله، ومراته يعني الحامل كان في البيت، الصغيره مش شايفه، والدتي مش شايفه. وجينا وزي الفل، مش في اي حاجه. لو حاجه على احمد ابني مش كان هو رايح؟ امال ايه؟ مش عارفين، ربنا هو اللي عارف. وبعدين يعني هيتك ولا في السياسه ولا بنعرف سياسه ولا بنعرف زي ما انت شايف كده. مفيش اي حاجه كده ولا كده. غلابه والله. لو في اي حاجه الواحد هيتكلم، مفيش اي حاجه. طب آخر مكالمة تليفون يا حاجة بينك وبين أحمد ابنك؟ يوم الثلاث، يوم الثلاث اللي هو يوم الوقفة. يوم الوقفة. وكانت أخته عارفة ومش قادرة تقول عشان تعبانة بأحمد كذا. يبقى لما إجا جوز أخته، جوز بنتي، جا عمل بقى الحياة دي. أنا كنت دايما تعبانة هنا كده يوم الوقفة كده، وكنت تعبانة. رحت لقيت الصورة على البتاع ده، أنا أصوت ابني. لا مش هو، ايه يا ولاد 19 سنة مش معقول، مش عارفة ايه. طب أحمد كلمني الصبح يوم الوقفة مش قال لي والله، بقول لي يا أما سامحيني بس الكلمة اللي هي الأول. ولا أعرف حاجة ولا بحتاج، وأنا نايمة هنا المغرب يوم التاني، معرفش أي حاجة والله يا ابني. ده يوم بس. يعني يوم الوقفة يا حاجة كان العيد بالنسبة لك ايه؟ بص، من رمضان، من الأعياد كلها، من يوم ما أحمد ابني راح، هو كل حاجة في نظري الحمد لله. كل واحد يقول لي افرح ومش يعني، لا حد فرح رحت، ولا ميتم رحت، ولا أي مناسبة رحت فيها لأي حد. ساعة ما أحمد من يوم ابني ما حصل له كده واسأل الدنيا كلها والله العظيم، ولا بروح أعزي ولا هني ولا أروح حتى عيان ولا أروح هنا ولا أي حاجة. قلت النهار يا لا دكتور يا هنا. لا حول. والله رحت عملت عملية عند بنتي، قعدتني شهر عشان عملية، وروح يما فمعلش عشان أشوف العيال والبيت. طب أحمد بتحلمي بيه يا حاجة أو يعني هو كده أنا بقاله مش 3 بنام سنين؟ عشان أحلم بابني، مش بنام والله، ما بنام يا ابني، والله ما بنام، مش بنام. لا حول ولا قوة. والله ما بنام. أنا مش زيه حتى من كبدي بره، يعني لما كان مسافر وبنطمن عليه وبيجي ويشوف عينه وبقيت أطمن. أنا مين بس؟ لا حول. أنا مين؟ والله بتمنى أموت. لا يا حاجة بعد الشر عليك، والله بعد الشر عليك يا والله حاجة، العظيم. بعد الشر عليك، العمر كله ليك وهتشوف أحمد إن شاء يا الله. رب يا رب، ربنا يحفظ له من رحمه. هتشوف أحمد يا حاجة قريب إن شاء الله، ربنا يفك ده. نار والله، نار يا ابني، ربنا يبارك فيكم. يعني كان آخر مكالمة اتصال كان أحمد كلمك ما وصاكيش بولاده؟ لا قال ده كل مرة بتكلم كل خلي بالك من نفسك، خلي بالك من الأولاد. آخر مرة كلمك إمتى يا حاج؟ يوم الثلاث يابا، يوم الوقفة. يوم الوقفة؟ يوم الثلاث، مش الثلاث الوقفة. التلات اللي فات. العيد كان يوم الأربعاء. يا كلمني خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. بيكلمك فيديو ولا لا اتصال؟ هو بص خدوا يعني رقمي معاه هناك المصري، ارقامي احنا ومراته معايا.
يكلمني حبة واروح مكلم مرة من شوية. السعودية. ها؟ من السعودية. رقمي أنا هنا مصر. بيكلمك يقول لك ايه بقى يا حاجة؟ ها؟ بيكلمك يقول لك يقول لي ايه؟ عاملة إيه اليوم؟ صحتك عاملة إيه؟ وخلي بالك من نفسك. وكده آخر مرة ده يقول لي سامحيني. أول لا مرة. حول ولا قوة. أول مرة والله العظيم أول مرة. سامحيني، هو وأنا مش عمل خالة ايه؟ والدين، مش بحسب في أي حاجة والله. والله ما بحسب في أي حاجة. أنا بنتي هتسامحيه على تعبانة. ايه طيب؟ نعم. هتسامحيه على ايه؟ مش عارفة. مش عارفة، طول عمره شقيان والله وتعبان، وطول عمره الحمد لله حنون، أحن الدنيا كلها عليا والله. الله حنون وتربوا زي ما بقول لك غلابة. حد دخل عليه بتاع عمل ولا سوى. طب انت بتطالبي بايه يا حاج؟ وطالب رئيس الجمهورية يتدخل في الموضوع. وطالب الملك سلمان. يعفو عن ابني. بس هو الوحيد اللي طالب فيه، وربنا يسلمك. طب لو ربنا أراد ويسر الحال وربنا عافى على ابنك، هتبقى فرحتك إيه؟ نعم. هتبقى فرحتك إيه لو ربنا فك دقته؟ أنا هفرح والله يا ابني، هفرح. أنا عايزة أفرح بس ابني يطلع وأموت، مش عاوزة حاجة من ربنا يطلع لعياله بس، مش يطلع لأهلي. أنا الحمد لله والله. أنا يوم عايشاه بس يوم غلابة لسه عيالي. لما يكون ابني هو 19 سنة على بنتي يطلع الجامعة لسه مولودة. يعني ما شافش بنته يا حاجة؟ أحمد عنده كم؟ أسرته مكونة من كم واحد يا حاج؟ احكي لنا كده. وبالنسبة لك إيه أحمد؟ بالنسبة لك يعني ابنك وإيه تاني؟ ابني ونور عيني وكل حاجة في الدنيا دي. يعني ما هم مش لهم حد إلا، مش لها حد إلا هو. أبو والدهم توفى وإنتي أبوهم قصة متوفى كفاح. وهو لسه في سنة 5 ابتدائي، ولا إنه صغير مش عارفين حاجة. وطلع اتربوا بقى يشتغل نجاش وهو في المدرسة. والله طلعته في من الأزهر التعليم. دخلته عام عشان يشتغل، والله في سنة 5 ابتدائي بقى يشتغل أحمد ابني عشان يجيب قرش يصرف على روحه ويجيب لبس مدارس وأخوات يساعدني. وفي الآخر سافر. يعني سافر زي أي شاب سافر. عمل ايه حد؟ والله العظيم ما عمل اي حاجه، والله العظيم كان قاعد في بيت بالايجار. والله يا احمد ابني هنا ولا في السعودية؟ لا هنا. كان قاعد هنا بيت بالايجار، وبعد كده ايه قاعد فوق في اوضتين، لما بنى اوضتين باوضتين. ظروفه يعني الحمد لله، وهو يقول الحمد لله على كده. احنا الحمد لله مش عاوزين حاجه من ربنا الا كده، ولا جبنا ملك ولا حاجه ولا اي حاجه. اصل شغلانته ايه يعني؟ مره هنا ومره هنا. الحمد لله الحمد لله. ربنا معانا. ربنا يفك دقته يا حاج، وادعي له يا حاج. يا رب والله بدعي له. والله يا ابني بدعي له ليل ونهار. ما انا هذا لمين؟ ما مش الا هم هنا. بروح هم على حسهم، هم بروح فين وبين على حسهم. ولا عم ولا خيل ولا اخ ولا اخت ولا اي حاجه. لا هم. ربنا يفك دقته يا حاج. يا رب ادعي له. يا رب يا رب يا رب. وانت برضه خلي بالك من ولاده برضه يا حاج. ايوه لا انا يعني مشاهدينا الكرام، مشاهدي موقع جريدة أهل مصر، احنا النهاردة كنا في لقاء خاص وحصري مع والدة العامل المصري أحمد، اللي طبعا اتسجن في السعودية 19 سنة. اتحكم عليه ب19 سنة بسبب تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي تويتر. يعني احنا هناخد آخر كلمة من والدة العامل المصري أحمد، وهي يعني أحمد كان آخر كلمة وجهها، ووجه رسالة لأولاده ولأخواته إن يفتكروه بإيه، أو إن يدعوا له بإيه، أو يعني
يمكن والدته اللي متأثرة جدا. هتقول لنا آخر لحظات مع أحمد قال لها إيه؟ وهي اخر مكالمه يوم الثلاث، يوم الوقفه دي، قال لي ازاي عامله ايه وكده وكويسه واخواتي وكله، خلي بالك من نفسك وخلي بالك من عيالي وخلي بالك من نفسك وسامحيني. دي اخر كلمه بس. وبعدين كده كلم عيالي بس، هي الكلمه. أحمد يا حاجة يعني معاه أكبر ولد عنده كام سنة أو بنت عندها كام سنة؟ ابنه في سنه 5 ابتدائي ابنه في 5 ابتدائي. الكبير، وبنت في رايحه في اولى، والتانيه لسه ما سنه ونص او سنتين الا سنه ونص. اللي مش شافها دي. دي ما شافهاش خالص؟ لا. ولا حتى مثلا صورتها بعتله صورتها أو بص كلمها؟ احنا بعتنا صورتها، انا بعتها مش بشوفه بره حد. طب انت بتستغيثي يا حاجة بمين ان يقف معاكي في قضية ابنك العامل المصري احمد؟ قلنا السيسي، الرئيس السيسي والملك سلمان ووزارة الداخلية والخارجية والسفارة السعودية، وكل اللي يهمه الموضوع يتدخل معانا. ده مصر. مصريين وكل. احنا بنستغيث بيه. ان هم يقفوا مع قضية ابنك مع قضية أحمد. مع قضية أحمد عشان خاطر عياله غلابة. ساب لحم ليكي يعني انت عشت ليهم علشان خاطر كافحتي وان انت ربيتيهم، واحمد مشي وسابلك اولاده. في حد فيهم بيفكرك باحمد من اولاده مثلا في حنيته؟ كان احمد ابنه. ابنه اسمه ايه؟ اسمه محمد. لا حول ولا قوة. يعني محمد نفس حنية والده؟ نفس حنية أبوه والله. كل خاف عليا لما بلاقيني تعبانة ولا حاجة ولا حاجة، يبص على راسي يبص على إيدي وكل. زي احمد كان بيعمل كده يا حاجة برضه؟ يبص على رجلي أحمد. لا حول. والله العظيم ولا هموت. يا رب. ما مش إلا ما يبص عليا، رجلي يمشي. ابنه كده زي ابنه عسل. تمام يا حاج. يعني مشاهدينا الكرام، مشاهدي موقع جريدة أهل مصر، احنا النهاردة كنا مع أول ظهور ولقاء خاص مع والدة العامل المصري أحمد، اللي طبعا اتسجن في المملكة العربية السعودية 19 سنة، حكم عليه 19 سنة بسبب تغريدة تويتر. يعني احنا النهاردة معانا والدة أحمد، طبعا مهارة من يمكن ما نامتش. انت بقالك كام يوم يا حاجة ما نمتيش بسبب أحمد؟ أو انت بتحط راسك على المخدة وبترتاحي ازاي؟ مش برتاح والله، ما بنام والله يا ابني، ما بنام من يوم ما اعرف موضوع ابني دي. ما بنام ليل ونهار كده. لا، اكتئاب نفسي كل ما اروح الدكتور يقول لي توتر. نايم اديني منوم، ما بنامش يعني هيكون حته مني بره وانام. مش هنام. اي ام كده يا جماعه، اي ام ضناها بره حته منها وكان حنون. لو مش حنون علينا ومن غير ما يكون حنون يعني. اعمل ايه؟ خاف عليا ودي. اسالش ما يتصل يقول امي، كل ما يتصل اي حد يقول امي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما فكرتيش تروحي له يا حاجة مثلا؟ ما فكرتيش تروحي له كده وتشوفيه عامل ايه، او تحاولي تقابليه او؟ اروح له فين؟ اروح ازاي؟ من اللي رحت عمره ما اعرفش اسافر لوحدي، تعبانه. انا تعبانه اصلا. ما
ما بعرفش، أنا تعبانة مش عارفة أمشي. لا حول ولا قوة. يمكن ربنا يسهو ويجينا، إحنا ان عاوزين شاء الله، يا ان شاء الله. انت يعني متوقع ان ممكن احمد يخش عليك فجأة كده والله ببقى نايمة وأقول يمكن يخش عليا، والله يا بنت، والله ببقى أقول يمكن هو اللي يخبط على الباب، يمكن هو اللي يفتح، هو اللي يخبط ليل ونهار، والله ليل ونهار. أقول يمكن ربنا يسهل، يمكن قبل ما أعرف الحكم دي أقول أيوة يا رب، والله ببقى أسيب الباب مفتوح، يمكن أحمد ابني يخبط عليا، يمكن مش عارفة إيه، ما أعرفش دي يعني مثلا قبل ما أعرف الحكم كنت مش بنام حبة حبة. ربنا يفك دقته يا حاج ان شاء يا الله، رب وهيرجع لاولاده وهيرجع في وسطكم يا رب ان شاء الله. احمد هيبقى في وسطكم وهيرجع، يا رب، والله إليك مش والله وباذن الله هيبقى معاكم ان والله شاء الله. مش شايفة. الرئيس نفسي والله يا ابني، نفسي يابا لوي، نفسي مش كان له دنيا يا أحمد، والله ما كان لك يا أحمد يا ابني، والله ما كان لك. أعمل إيه؟ كان رئيس مش كان له والله. والله ما كان لك يا أحمد. يقول أحمد ابني لو بيشتم أبوه، لو غلبان غلبان، والله غلبان، والله يا رب غلبان وحنون على الدنيا كلها، اسأل الدنيا كلها والشارع كله، الرئيس يا ماما. والله العظيم بزمايله كله. بتناشدي مين يا حاجة في اللايف ده ان الناس تسمعك بصوت عالي؟ تناشدي مين في اللايف رئيس ده؟ الجمهورية، رئيس الجمهورية الملك سلمان. والملك سلمان، واللي ربنا يعني مش عارفة أتكلم والله. وربنا هو يقف معايا بقى. الناس بتقول ايه اللي حصل يا حاجة؟ يمكن في ناس لسه داخلة بتقول ايه اللي حصل لأحمد؟ ما هو ده، هو والله هو اللي حصل، هو اللي حصل ده، هو اللي حصل. ما نعرفش حاجة، هو زمايله اللي قالوا لنا كده، وهو لما اتصل علينا قال لي كده بس، هو ده اللي حصل. بس أحمد غلبان مش عارف الكورة وبس، بيعملوا حفلة للكورة، وهذا اللي بيعملوا الكورة بس بسبب تغريدة على الكورة كبير والدنيا لا عارفينه، وعيلته من غير عيلته، زمايله كله يقول أحمد أبو عمر، أحمد أبو مفيش حد قال أحمد بيمشي كده ولا كده ولا بنمشي في كده ولا بنموت والله يا أحمد، والله بنموت. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين الناس بتقول يا حاج ايه سبب حبس احمد العامل المصري؟ نعم، الناس سبب حبس أحمد العامل المصري تغريدة على تويتر في 2019، واللي حكم في وزارة 2021 بس. تغريدة على تويتر سجنت احمد 19 سنة عمر. وهو كان شغال في السعودية ولا في مصر؟ كان شغال في السعودية ولا في مصر؟ كان هنا في مصر قبل ما يمشي على السعودية. التغريدة دي راح السعودية 2021. لا حول ولا قوة. كان معانا في عمرة وكده، ووصلنا المطار ومش أي حاجة. جيت تالت يوم قالوا كذا، زمايله قالوا لي كذا. ربنا يفك ضيقته يا حاج ان شاء الله. يا رب يا رب يبارك فيك. يعني استمعنا إلى والدة العامل المصري أحمد، يعني بعد الحكم بالسجن 19 سنة في المملكة العربية السعودية، أول ظهور لأسرة العامل المصري بمحافظة الإسماعيلية. يعني
سمعنا من والدته كلام لأول مرة سمعناه ولأول مرة تصرح به والدته. كان معكم مراسلكم مصطفى كساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.